موطني موطني، الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباعي. زي ما انتم شايفين في المواجهات مع العدو بتلاقي الشباب الفلسطيني بيرفعوا اعلام الجزائر. اليوم حابين نطلع في غزه نعرف ليش الشباب هذه بترفع اعلام الجزائر، ايش الارتباط الوثيق بيننا وبين الجزائر. فخليكم معنا نشوف رد الشارع الفلسطيني ليش الشباب بيرفعوا اعلام الجزائر. خليكم معنا. هل أراك احنا وياهم قضية واحدة، واحنا دولة الشهداء، يعني احنا هم بلد المليون شهيد واحنا بلد الشهداء. ايش السبب؟ اكيد شعب الجزائر شعب بحبنا، يعني انه احنا بنحبه، يعني هو الشعب الوحيد اللي بنحسه دائما واقف ورانا وفي ظهرنا. بصراحة لو كان يعني الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري على حدود واحدة كان زمان الشعب الفلسطيني اتحرر، لأنه الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني روح واحد وقلب واحد. رد منا كجماهير بشكرنا العميق للشعب الجزائري والحكومة الجزائرية على وقوفهم بجانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. اي دوله مثلا بتحس انها تتعاطف معنا على السريع، يعني احنا بننضم لها، يعني سواء الجزائر او غير الجزائر. يعني احنا اول شيء امه واحده عربيه من امه محمد عليه الصلاه والسلام، بعدين الشعب الجزائر مر باحتلال زينا وعانى الويلات من الاحتلال وظلوا مقاومه حتى مخرج الاحتلال. علاقه الشعبين ترابطيه في الدم، احنا بنستنتخ تجربتنا الفلسطينيه وتجربه دفاعنا عن القضيه الفلسطينيه من التجربه الجزائريه. وتم اعلان دولة فلسطين في الجزائر، بعدين ابو عمار اعلن دولة فلسطين في الجزائر. محبة طبعا فلسطينية، بحبوا كل الدول العربية يعني زي هيك. والله يعني الجزائر يعني هنا محطوطة يعني في القلب، يعني كل شباب يعني والله كل اهل غزة بحبوها، واكيد هم بحبونا من كثر ما هم بحبونا احنا بنحبهم، يعني هم بيتمنوا يجوا عندنا واحنا نيجي عندهم. لانهم هم زينا ضحوا شافوا المعاناه اللي احنا بنشوفها هلا من الاحتلال الاسرائيلي الغاشم هذا، واحنا بنحيي اهل الجزائر كل التحيه لعيونهم من اهل فلسطين. بلد الجزائر بلد المليون شهيد وبلد جميل ابو حرير. يعني اللي بيشعر ما بيعرف فيك الا اللي كان زيك اكيد. شكرا. احنا نعتبر حالنا كلنا شعب واحد، الجزائر كل الامه العربيه شعب واحد نعتبرها، لانه الجزائر بلد المليون شهيد، قدموا مليون شهيد عشان ينالوا حريتهم، وهم بحبونا كثير وبتضامنوا معنا دائما واحنا بنتضامن معهم. شعب احنا بنحبه وهو بحبنا وفي موده بيننا. نزف من الوفاء يهزنا، لأنه عارف إنه الظلم اللي عاش فيه الشعب الجزائري نفس الظلم اللي عايش فيه الشعب الفلسطيني. طول عمره واقف معنا من ايام المنظمه، عرفت كيف؟ عشان هيك هو مرتبط بالشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري توأمة، واحنا بصراحه يعني كشعب فلسطيني بنحب الشعب الجزائري، بنحس انهم فلسطينيين، يعني قريبين منا بشكل مش طبيعي، يعني بيفكروا فينا وهمهم من همنا، فاهم كيف؟ بعيطوا علينا، يعني بكلم شباب على الفيس من الجزائر بقاتل نفسه بده يجي يساعدك، يعني مهتم في قضية فلسطين أكثر من الفلسطينية. كانت محتله وضحت باكثر من مليون شهيد، عدا عن الخسائر الاقتصاديه والبشريه والتنمويه، وتحررت، والان هم بيهتفوا لنا لنمشي لنمضي على نفس الطريق. هم الجزائرية بحبوا الفلسطينية، وإن شاء الله يكون هكذا النصر قدامهم. والرجاء في هواه، لانه الشعب الجزائري هو الشعب الوحيد يعني اللي عانى نفس معاناة الثورة الفلسطينية. الشعب الجزائري قريب من الشعب الفلسطيني، عندما يسافر الشعب الفلسطيني الى الشعب الجزائري لا يجد الحضن الدافئ في الجزائر. انا بحب الجزائر. انت عسل. شعب الجزائر قد ما نحكي عنه قد ما نوصفه ما بندهوش حقه. شعب الجزائر شعب عظيم. الجزائر يعني مش من اليوم بنحبه، من زمن، يعني من زمان بعشق الجزائر. واقف معنا هو استضافة الثورة الفلسطينية، عشانهم دائما متضامنين مع الفلسطينية، ودائما الجزائر تقف مع الفلسطينية. الجزائر يا زلمة يشعر بدني يا زلمة. ليش؟
الجزائر هو الشعب الوحيد يعني اللي بتلاقي نسبة حبه كبيرة للشعب الفلسطيني. هم قريبين منا، محبتهم لنا يعني معروفة، يعني إنه الجزائر بيحبونا وهيك. الشباب لن يكل 1 2 3 نحب الجزائر. زي ما احنا شفنا اراء الشارع الغزي او الفلسطيني بشكل عام قديش بيحبوا اهل الجزائر، عشان اهل الجزائر ناس وقف معنا قلبا وقالبا. احنا بنتمنى من الشعوب العربيه تصير على نهج الجزائر، تقف معنا تأيدنا يعني بشتى الوسائل. يعني الواحد زهق وبنستنى بس الشعوب العربيه تتحرك اكثر. ومن قلب غزه بنشكر الشعب الجزائري والجزائر بشكل عام يعني، وكل المحبه لكم. وعيشنا المنكدة ذلنا المؤبد